هاي اتفه واوسخ ظاهره ممكن تشوفها بحياتك، عذرا لهاي الالفاظ، بس هذا الفيديو يجبرك تتلفظ هيجي الفاظ. شاكو صاير شنو هذا الفيديو؟ محاولين انفسهم غنم وغيرهم ايش قد محاولين انفسهم كلاب وقطط، انت متخيل؟ تخيل اكثر من 10,000 شخص محول نفسه كلب في بريطانيا، رب العالمين ايش قد انطى الانسان اهميه وقيمه مميزه عن باقي المخلوقات بالعقل، يجونك الجماعه مسوين انفسهم كلاب. تصدق تحكي؟ يا اخوي وين لقيت هاي السوالف؟ هاي بلدان متطوره دلحقهم انت وبعدين نحكي عليهم. لا اكيد احنا ما نحكي عليكم، نحكي على الكلاب والبزازين والغنم واللي متقبل هذا الموضوع. يعني تخيل دائما انا انشر قصص الانبياء والمراجع والاوصياء والصحابه، يجيك واحد يقول لك انت منين جبت هاي السوالف؟ هاي خرافات، انت مو مسلم اصلا. يجي ينتقدني لي ويسبني ويشتمني لان حكيت قصه عن نبي او مرسل او وصي، ويشوف قدامه هاي المخلوقات مسوين انفسهم غنم، يقول عادي احنا شعلينا بالناس. يعني انسان منزل قيمته ومحول نفسه كلب ما لك علاقه به، وانا من احكي لك قصه نبي او وصي او مرسل تقول لي لا ما يصير هيك وتكفرني. اكو عقل براسك؟ لو هذا حقد متجذر ما تقدر تتخلص منه. الهدف من هذا الفيديو توصل لكم انه بعض الدول الغربيه ايش قد واصلين مرحله من السذاجه والتخلف. والهدف الثاني يا حبيبي ردت ابين لك انه هو ينتقدونا مو لان احنا على خطا، بس لان احنا نحب علي بن ابي طالب عليه السلام. المهم اتمنى استفاديتوا من هذا الفيديو، شفتوا ايش قد اكو ناس عطلات بالعالم، واشوفكم فيديوهات اخرى ومع السلامه.